يا ترى ليه كلمة بيتزا تنطق بحرف التي رغم انها ما فيهاش تي اصلا؟ وليه كلمة كيرنل تنطق بحرف الار رغم انها ما فيهاش ار اصلا؟ ده اللي ان شاء الله هنعرفه في الفيديو ده مع كلمات تانية كتير. خليكم معانا لاخر الفيديو وعدكم ان شاء الله مش هضيع وقتكم على الفاضي. جاهزين؟ يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسلام نيزي انجلش. اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله اتعلم ازاي تتكلم، واللي بتعلمك النطق الصحيح زي الاجانب بالظبط، واللي هتلاقيها في قناه اليوتيوب في زر قوائم التشغيل مترتبه حلقه 1 2 3 4. وعشان ما اطولش على حضراتكم خلينا نبدا في الحلقه على طول. طيب، سؤال النهارده كان من اقتراح الاستاذ علي الصرافي، واللي كان عايز يعرف فيه ازاي ننطق كلمه advantage وكلمه opportunity. فالنهارده ان شاء الله هنلبي رابط الاستاذ علي الصرافي وهنتعلم مع بعض ازاي ننطق الكلمتين. خلينا بقى في اول كلمه اللي هي كلمه opportunity واللي معناها فرصه. هنتكلم ان شاء الله على النطق الامريكان والبريتش علشان لو سمعتها كده او كده تبقى عارف النطقين. خلينا الاول في النطق الامريكان. طيب، الكلمه بتتكون من 5 مقاطع، وعشان نقسمها مقاطع كل حرف متحرك بيمثل مقطع. فيبقى المقطع الاولاني up، المقطع الثاني per، المقطع الثالث to نادي. ولكن لسهولة النطق احنا هنقسمها مقطعين بس اللي هما opportunity. طيب تعالى بقى نفصص الكلمة صوت ونتعلم مع بعض ازاي ننطقها بشكل صحيح. الاول هنتكلم في النطق الامريكان. الكلمة بتبتدي بالحرف O ولكن الصوت بتاعه هتقولي ازاي؟ اذا كان الحرف ده O ازاي بننطقه هقولك خلينا نتفق على مبدأ مهم جدا، وهو في فرق بين الحرف اسمه ايه والصوت بتاعه ايه. الحرف اسمه O والصوت بتاعه هنا اذا احنا ملناش علاقة بالحرف، احنا لينا علاقة بالصوت اللي بينتجه الحرف. هل معنى كده انه في حرف ممكن ينتج صوت مختلف؟ بالظبط كده، والنقطة دي مهمة جدا. خليك معايا بس وهنشرح ده بالتفصيل في كورس الصوتيات بإذن الله. إذا الحرف اسمه O ولكن احنا بننطقه هنا والصوت من أشهر الحاجات اللي بتميز الأمريكان أكسنت، واللي بيبقى في كلمات زي cart أو father، فالصوت بتاعه كده افتح بقك معايا وانت بتقوله كده وزي ما قلنا انه الصوت ده من اكتر الاصوات اللي بتميز الامريكان اكسنت. فتلاقي مثلا الامريكان يقولوا على الكلمه دي job بدل job، فبينطقوا الاو وتلاقيهم يقولوا على الكلمه دي hot بدل hot. تمام، يبقى اول صوت عندنا هو ال بعد كده بقى حرف ال P اللي بيدينا الصوت ده P، وده صوت انفجاري من الاصوات القويه اللي بتطلع هواء من بقك لما بتقولها. يبقى ب. وبعدين حرف ال O ده بيدينا صوت الشوا، وصوت الشوا ده صوت خفيف جدا بنلاقيه في كلمات زي انسى هي ال هو صوت الشوا، وهو اخف من ال A. انا ما بقولش انا بقول انسى تيتشا الصوت ده هو صوت الشوا، وزي ما قلنا ان الصوت ده هو اقل من صوت ال A. انا ما بقولش انا بقول وكنت عملت فيديو منفصل بيتكلم عن الشوا، لو حضراتكم عايزين تشوفوه هسيب لحضراتكم اللينك في الديسكريبشن تحت الفيديو. اذا المقطع الاولاني هيبقى upper، وبعدين الامريكان R تبقى upper. نيجي بقى للمقطع الثاني اللي هو tunity. المقطع الثاني ده عليه ستريس، واللي كنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، ومش هنكرر الكلام حفاظا على وقت حضراتكم. ببساطه كده المقطع اللي عليه ستريس بيبقى اقوى واوضح من المقاطع الثانيه، يعني صوتك بيبقى اعلى واوضح لما تيجي عند المقطع اللي عليه ستريس. بنعرفه ازاي؟ لو فتحت اي قاموس انجلش هتلاقي شرطه صغيره كده، لما تلاقي الشرطه دي معناها ان المقطع اللي تحت الشرطه دي لازم يبقى اقوى واوضح من المقاطع الثانيه. تمام؟ طيب، فاذا الصوت ده هيبقى صوت قوي ت. وبعدين حرف اليو، وحرف اليو هنا هيدينا الصوت الاو زي كلمة blue او جون او flu، فاذا هيبقى يدينا صوت الاو، فيبقى على بعضها كده to، وبعدين الان تبقى tune
tune. وبعدين حرف الاي هيدينا صوت الشوا، فتبقى على بعضها tuna tuna. وبعدين حرف التي ده جه بين صوتين متحركين، فبالتالي هينطق American T او هينطق دي خفيفة جدا، فتبقى على بعضها تونادي تونادي تونادي. يبقى الكلمة كلها على بعض opportunity opportunity opportunity. لاحظوا ان المقطع الثاني بيبقى الصوت فيه اقوى واوضح من المقطع الاولاني. opportunity opportunity. تمام، كويس جدا. نيجي بقى للنطق البريطاني. النطق البريطاني بيبقى opportunity opportunity. الله، ازاي بقى كده؟ تعالوا نفصص النطق البريطاني صوت صوت. المقطع الاولاني بيبدأ بحرف الاو، وده اللي بيدينا صوت الاو او صوت الاو الصريحة جدا. الله، سنة مش هناك كانت هقول لك في النطق الامريكي كانت لكن هنا في النطق البريطاني هننطقها او، اللي هو حرف الاو العادي جدا. فاول حرف يبقى وبعدين الليتر بي اللي هو يدينا الصوت بتاعه كده تبقى اب. وبعدين صوت شوا تبقى اوبا. افتكرها دايما بكلمة هوبا اوبا. وده المقطع الاولاني. الله، مفيش طبعا مفيش ليه بقى؟ لانه في النطق البريطاني لا يوجد حرف الار نهائيا الا في حالة واحدة بس، لو جه بعد منه حرف متحرك. غير كده لا ينطق حرف الار نهائيا قولا واحدا. اذا المقطع الاولاني اوبا. نيجي بقى للمقطع الثاني. المقطع الثاني برضو عليه ستريس، بيبدأ ب letter T، الصوت بتاعه كده ت. وبعدين هنا هيجينا حرف اليو. هناك كنا نقول او زي بلو في الامريكان، لكن هنا في البريتش الموضوع مختلف. الجماعة البريتش بينطقوا حرف اليو يو واضح جدا، فمن فضلك ما تقوليش او، خليها كده يو، يبقى تيو. وبعدين حرف الان يبقى تيون. وبعدين الشوا تبقى تيونا. وبعدين هنا حرف التي هناك نطقناه دي، لكن هنا في البريتش بننطق حرف التي عادي جدا، يبقى تيوناتي. يبقى المقطع الثاني تيوناتي. يبقى الكلمة على بعضها كده في البريطاني opportunity. يبقى في الامريكان كانت opportunity. وفي البريتش opportunity. اعتقد كده الفرق واضح جدا. هديك بقى 5 ثواني هتنطق الامريكان والبريتش. جاهز؟ great job. في الامريكان opportunity، في البريتش opportunity. تمام؟ طيب كويس جدا. نيجي بقى للكلمة التانية اللي هي advantage. في النطق الامريكان الكلمة دي بنقسمها ل3 مقاطع. advantage. طيب الحرف الاولاني اللي هو الحرف A ده بيدينا صوت الشوا، فيبقى كده وده صوت خفيف جدا زي ما وضحنا في الكلمة اللي فاتت. وبعدين حرف D فيبقى كده اد. يبقى المقطع الاولاني اد. المقطع الثاني بيبدأ بحرف V، وده بننتجه بقى ازاي؟ الاسنان العلوية بتيجي على باطن الشفة السفلية والمقطع الثاني عليه ستريس، بمعنى هيبقى اقوى واوضح من المقطع الاولاني. وبعد عندنا حرف A تبقى فا، وبعدين الان تبقى فان. يبقى المقطع الثاني فان. يبقى المقطع الاولاني اد. المقطع الثاني فان اقوى واوضح علشان عليه ستريس فان. طبعا المقطع الثاني عليه ستريس زي ما وضحنا في الكلمه اللي فاتت، بمعنى انه المقطع الثاني بيبقى اقوى واوضح من المقاطع الثانيه في الكلمه، فتبقى كده فان. طيب نيجي بقى للمقطع الاخير، ده بيبدا بحرف التي، وبعدين حرف الاي ده بيدينا صوت الايه اللي هي المكسوره. هتقولي الله، طب ما ده حرف الاي ازاي ادينا صوت الايه؟
هقول لك والله زي ما اتفقنا في الاول احنا ملناش علاقه بالحروف، احنا لينا علاقه بالاصوات، والاصوات دول حوالي 44 صوت. لو عايز تنطق صح 100% لازم تعرف ال 44 صوت، ودول ان شاء الله هيبقوا محور كورس الصوتيات باذن الله. اذا حرف الاي هيدينا صوت الاي تبقى ت ت، وبعدين حرف الجي اي ده هيدينا صوت الج اللي هي دي خفيفه جدا قبل الج. اذا المقطع الثالث هيبقى كده تج، يبقى على بعضها advantage advantage، وده النطق الموجود في القاموس. لكن في نطق تاني مشهور وهو انه الامريكان غالبا بيحذفوا حرف التي لو جه بعد حرف الان، زي مثلا كلمة انترنت بدل من انترنت. فلو طبقنا القاعدة دي على الكلمة دي فبالتالي هتبقى كده advantage advantage advantage. دورك بقى انت تقولها بالامريكان قدامك 5 ثواني. Yeah, great job. Advantage. Advantage. طيب لو جينا بقى للنطق البريطاني هنلاقي المقطع الاولاني زي ما هو ed، والمقطع الثاني برضو على ستريس بيبدأ بحرف الفي تبقى v، ولكن هنا حرف الاي هننطقه فهنقول فان فان. هنا كنا نقول فان في الامريكان، هنا هنقول فان، يبقى فان. والمقطع الثالث تج زي ما هو تبقى بالبريتش advantage، يبقى في الامريكان advantage، لكن في البريتش advantage. السؤال اللي بعد كده من صديق القناة الأستاذ أو الأستاذة ماس سام بتقول هو ليه كلمة كيرنل تنطق بحرف الآر رغم أنها لا تحتوي على آر؟ وليه كلمة بيتزا تنطق بحرف التي رغم أنها لا تحتوي على تي أصلا؟ أولا أنا بشكر حضرتك على السؤال ده لأنه مهم جدا. خلينا الأول نبدأ بكلمة بيتزا. الحرف الأولاني هو حرف البي، وده الصوت بتاعه ب، وده صوت انفجاري بمعنى ان هو قوي جدا او لازم اطلع هوا من بقي كده بي. وبعد كده اللونج اي يعني الاي الطويله تبقى كده بي. وبعدين هقول حرف التي. ثانيه هي اصلا الكلمه ما فيهاش تي، طب ليه كده؟ هقول لك والله الكلمه دي اصلها ايطالي وجات للغه الانجليزيه من اللغه الايطاليه، وفي اللغه الايطاليه عندهم قاعده كده بتقول إذا تكرر حرف الزي ورا بعض إذن هينطق تس، يعني تي اس. إذن بعد البي هتلاقي حرف الزي زي، وعشان الكلمة دي أصلها إيطالي فخدناها بالنطق بتاعها الإيطالي. وعندهم هناك لما حرف الزي يتكرر ورا بعض بننطق الزي الأولى تي والزي التانية اس، فتبقى كده بيتس. وآخر صوت اللي هو حرف الاي بيدينا صوت الشوا هتبقى كده بيتزا. وخلي بالكم انه سا مش ذا، بيتزا. وطبعا الاسترس على المقطع الاولاني بمعنى ان المقطع الاولاني هو الاقوى والاوضح من اي مقطع تاني في الكلمه. اذا النطق هيبقى كده بيتزا. تمام. قدامك بقى 5 ثواني تقولها. Yeah, great job. طيب نيجي بقى الكلمة التانية واللي هي كلمة kernel. يا ترى ليه ضفنا لها حرف ال R في النطق رغم انها لا تحتوي على R اصلا؟ وليه طبعا معناها عقيد في الجيش او معناها رتبة في الجيش او معناها قائد مجموعة في الجيش. طيب قبل ما نتكلم في نطقها الكلمة دي ليها قصة. القصة بتاعتها بقى انها اصلها ايطالي برضو وجاية من كلمة كولينيلو. وبعدين الكلمة دي أخدوها الفرنسيين أو أخدتها اللغة الفرنسية، فاللغة الفرنسية زودت لها حرف الآر فبقت كده كورونيل. يعني الفرنسيين زودوا ليها حرف الآر وبقت النطق ده كورونيل، لأن طبعا الفرنسيين دايما مشهورين بحرف الآر زي كلمة كورونيل. طيب وبعدين بقى اللغة الإنجليزية أخدتها من اللغة الفرنسية، طبعا لأنه كلهم في الآخر كانوا يعني أصلهم اللغة اللاتينية، ففي تشابه كبير بين اللغات الثلاثة. فاللغة الإنجليزية أخذت كلمة كورونيل من الفرنسية ولكن غيرت في السبيلنج، يعني غيرت في طريقة كتابتها فحذفت حرف الآر علشان تعكس أصل الكلمة اللي هو الإيطالي اللي هو ما كانش يحتوي على آر أصلا. فالإنجليز غيروا
طريقة كتابة الكلمة، ولكن فضل النطق الفرنسي اللي هو اصلا بار، فبالتالي بقت باللغة الانجليزية kernel. وده السبب اللي خلى النطق بتاعها فيها ار رغم ان الكتابة لا تحتوي على ار. ولكن ده كان النطق الامريكان. في النطق البريتش بتبدأ بالصوت ك، وبعدين صوت ال اللي بنلاقيه في كلمات زي bird، ولكن البريتش طبعا مش هنطوي فيها حرف الار اصلا، فتبقى كده ك، وبعدين حرف الان والال فتبقى كده kernel. والمصدر اللي بعتمد عليه في نطق الكلمات هو قاموس اوكسفورد، وهسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن لو حضراتكم عايزين ترجعوا له. اذا الكلمة دي في النطق الامريكان بتبقى كده kernel. في النطق البريتش kernel. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. لو عند حضراتكم اي كلمات صعبه اكتبوها لنا في الكومنتس، واحنا ان شاء الله هنعمل لها فيديو باذن الله. واتمنى اكون ساعدتكم ولو بجزء بسيط انكم تحسنوا الانجليش بتاعكم. We thank you for watching guys. I'll see you next video.